السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هعمل معاكم وصفة من اللي بتشتروها من المصامت او المطاعم الجاهزة. بتستصعبوا ان انتوا تعملوها في البيت وتروحوا تشتروها من المطاعم بالغالي، مع ان لما هتعملوها في البيت هتضمنوا النظافة بتاعتها وقد ايه هتطلع معاكم فعلا طعمها خطير ومن غير اي خزعبليات. كمان هترمي معاكم كمية بسعر بسيط احسن من ما هتشتروها من بره بكتير جدا، وكمان هتكون الكمية قليلة جدا من بره وكمان بسعر غالي. صدقوني لما تعملوها في البيت هتوفر معاكم كتير جدا وهتطلع معاكم طعمها وشكلها خطير زي ما انتوا شايفين كده. عايزة اقولكم كمان ان الكاميرا بجد ظالمة الشكل، وان في الحقيقة احلى بكتير جدا. شايفين بجد بقى الحلاوة؟ لو انتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لي اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس، ويلا بينا نبدأ مع بعض الطريقة. معايا حلة سخنة على النار، ضفت فيها معلقة كبيرة من السمنة البلدي او اي نوع سمنة عندكم، وبنزل عليه بحوالي برضو معلقة كبيرة من الزيت. ما تكتروش كمية الدهون عن كده لان طبعا الكوارع بتنزل كل الدهون بتاعتها، فاحنا مش عايزين ان الشوربة تكون دسمة قوي. بسيبهم بقى يسيحوا مع بعض كده كويس جدا. طبعا بكون مجهزة بقى الكوارع بتاعتي وغسلاها منضفاها كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده بملح وليمون، وبسيبها تصفي كويس جدا من المية في اي مصفى عندي. لو فيها بقى اي حاجة من الشعر بأي شفرة عندكم كده بتشيلوها بالشفرة، ودي اسهل طريقة ان انتوا تنضفوا الشعر اللي فيها. بنزل بالكوارع بتاعتي بقى كده زي ما شفتوا عشان خاطر اديها صدمة في البداية، والخطوة دي بتفرق معاكم جدا في الطعم علشان خاطر الكوارع ما يكونش فيها اي زفارة. بشوحها بقى كده وعلى طول بقلبها على الجنب التاني. اول ما تاخد معايا كده لون من تحت بالشكل ده لازم تشوحوها كويس جدا على كل الجوانب. صدقوني الخطوة دي هتفرق معاكم جدا في الطعم. زي ما انتوا شايفين كده بقى بقلبها على كل جهة شوية لحد ما لونها كلها يغير معايا تماما، وتكون على نار متوسطة. طعم السمنة البلدي بقى مع الكوارع مع التشويحة صدقوني في الوقت ده هتشموا ريحة خطيرة. بكون مقطعة بقى حوالي طماطمتين، واحد فلفل، وكمان جزراية كبيرة، واتنين بصلة متوسطة، وكمان 5 فصوص من التوم. وبسيب التوم صحيح زي ما هو وبنزل عليهم كده واشوحهم كده مع الرجل بتاعتي حوالي 5 دقايق علشان خاطر بس ينزلوا الصوص بتاعهم كده مع الكوارع ويندمجوا كده مع بعض. الكوارع من النوع اللي مش بتحب تاخد توابل كتير، فانا معايا حوالي ربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ويا سلام لو انتوا عندكم الفلفل الاسود مش مطحون هيكون افضل بكتير. بضيف كمان 2 من الحبهان و2 من القرنفل، ولو عندكم قرفة خشب ضيفوا واحدة بس مش اكتر من كده. دي منكهات طبيعية مش هتغير معاكم طعم الشوربة ولكن هتخليها طعمها مميز جدا. على طول بقى بنزل بالمية بتاعتي، والمية بتكون عادي باردة مش شرط ان هي تكون مغلية في البداية. بنزل بقى بكل كمية المية، ولازم كده الكوارع تكون في حلة كبيرة ويستحسن ان هي تكون ألمونيا. بغطي بقى كل الكوارع بتاعتي بالمية، ما تسيبوش فيها قطعة مش متغطية علشان خاطر تستوي معاكم كويس جدا. بحركها بقى كده بالمعلقة بس علشان خاطر اتأكد ان مفيش اي حاجة لازقة معايا في الحلة، وكده كله يكون مظبوط معايا. طبعا انا مش بملح دلوقتي الكوارع نهائيا، انا بملحها قبل ما تبدأ تستوي معايا بحوالي تلت ساعة مش اكتر من كده. وعلشان خاطر اتأكد ان هي هتستوي معايا بسرعة بضيف حوالي معلقة كبيرة كده من السكر، بتساعد معايا على عملية السوى. بغطيها وبسيبها بقى على نار متوسطة حوالي ساعة ونص، وبعد كده بفتح عليها وببدأ ان انا اشوفها. لو حسيت ان الشوربة بتاعتي قلت شوية وبقت مش مغطية معايا الكوارع ببتدي ان انا اغلي مية سخنة وبزودها بمية سخنة علشان خاطر ما توقفش معايا عملية التسوية وتبدأ تاني لنقطة الصفر. فلو حسيتوا ان المية نقصت وانتوا عايزين ان انتوا تزودوها لازم تضيفوا لها مية مغلية. هنا كان شكل الكوارع بتاعتي بعد ساعة ونص كانت خلاص دخلت على سوا. في الوقت ده بقى ببدأ ان انا ملحها، بتضيفوا معلقتين كده كبار من الملح وعلى حسب برضو احتياجكم للملح، وده بيكون شكلها معايا كده خلاص دخلت معايا في عملية السوا. وكده خلاص الكوارع بقت جاهزة معايا. طبعا بقى انتوا ممكن تقدموها كده زي ما هي او ممكن تحمروها في معلقة سمنة بلدي وتخلوها
زي ما انتوا حابين. هي كده خلاص بقت جاهزة معاكم، تقدموها بقى بالطريقة اللي انتوا عايزينها. ممكن تخلوها كده من العظم وتقطعوها مكعبات صغيرة وتشوحوها في حتة سمنة بلدي، او ممكن تقدموها كده زي ما انا قدمتها، الطريقة اللي انتوا حابين تقدموها بيها. او ممكن تعملوها بصلصة طماطم، في ناس كتير جدا بتعملها كده. لو عايزين الطريقة بتاعتها اكتبولي في الكومنتات. بس طبعا في المصامت بيقدموها بالطريقة اللي انتوا شايفينها كده. احلى حاجة بقى في الكوارع كلها بيكون النخاع اللي في العظم. لو حد بيحبه زيي اكتبولي في الكومنتات. شايفين بقى قد ايه الكوارع بجد ملبن. عايزة اقول لكم بجد ان انا بسجل لكم دلوقتي ريكورد، وبجد نفسي فيها. يلا لو عندكم بقى رجل كوارع قوموا اعملوها دلوقتي على طول، واكتبولي رأيكم في الكومنتات. ولو انتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لي اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصلكم كل وصفاتي. وما تنسوش دايما ان معبوسي طه دايما حلاوتها في تتبيلتها. وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة.